تامر عاشور، من ذكريات كذابة إلى أسرار الأبوة ومغامرات مارادونا. في حوار مع الفنان تامر عاشور نكتشف شخصاً يتجاوز كونه مجرد مطرب وملحن. إنه رجل صريح عاطفي ويحمل في قلبه غيرة وحماية لمن يحب. هوية فنية واضحة. تامر يرى نفسه مطرباً بالأساس رغم ارتباطه بالتلحين طوال مسيرته، ويعتبر أغنية ذكريات كذابة علامة فارقة صنعت اسمه وثبتته في قلوب محبيه. وعندما جاء الحديث عن صوت مصر لم يتردد في اختيار أنغام بلا منافس. شفافية بلا حواجز. لم يخف تامر الحديث عن تفاصيل شخصية جدا مثل تجربة زراعة الشعر، اعترف بها بصراحة، لكنه اكتشف أن مظهر الزيرو، الشعر المحلوق تماما، يناسبه أكثر، فترك الشعر المزروع تحت الجلد واكتفى بالحلقة الصفراء. أبوة وغيرة. في حديثه عن بناته تجلى جانب الأب الحامي، فهو يرفض دخولهن مجال الفن ليحميهن من صعوبات الوسط، مؤكدا أنا أبوها وربنا يخليني ليها وأريحها. ولم يغفل حذيره بشأن المستقبل العاطفي لهن، أحذر تزعل حد فيهم لو أصلا قبلت. قصص طريفة مع مارادونا وجورجينا. من مغامراته الغريبة يروي حكاية ببغائه مارادونا الذي ضاع منه في الكومباوند، وقضى أياما يصفر له في الشوارع حتى ساعات الفجر، ليعود بعد 3 أيام مرهقا وصامتا ل10 أيام قبل أن يعود إلى حالته الطبيعية. النجاح بين مصر والسعودية. يرى تامر أن شعبيته في السعودية نمت تدريجيا من حفلات صغيرة إلى ليال كاملة بمفرده، بينما في مصر يصف نفسه بأنه منجم بين جيله إلى جانب أحمد سعد ورامي صبري. تلحين وموسيقى. رغم فشله في دراسة الموسيقى أكاديميا إلا أن الجانب العملي كان دائما قويا ومتفوقا. يعتز بألحانه لغيره مثل أغنيتي يا ريتك فاهمني لأنغام، ويرفض فكرة اعتزال الغناء أو التلحين لأنهما جزء من شخصيته. علاقته بشيرين عبد الوهاب. يصف تامر العلاقة معها بأنها استفزاز فني، يحب تحفيز شيرين لتظهر أفضل طاقتها الغنائية، مؤكدا حبه الكبير لها رغم أي خلافات سابقة. تامر الإنسان وراء الفن. يستمتع بشراء الإلكترونيات والكاميرات، ويعيش في القاهرة رغم الشائعات عن دمياط. هو فنان يحب إكرييت، ويترك بصمته بصوته وألحانه التي يترجمها الجمهور لمشاعر حية.